السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. حبيت بس النهارده اتكلم عن حاجة، عشان كذا طالب بعتلي على الانستجرام بيسألني عنها. في هي كذا مشكلة. اول حاجة مثلا لو في طلبة لسه ما بدأتش خالص مذاكرة للمنهج، دي فئة من الناس. في ناس تانية وان هي ممكن بدأت مذاكرة بس ما كانتش احسن حاجة الفترة اللي فاتت. دي فئة التالتة ممكن تلاقي ان هما كانوا بيذاكروا وكانوا بيشتغلوا كويس، لكن في أجزاء من المنهج نسوها، أو في حاسين إن هما مش لامين الدنيا ومش مالكينها كويس مع إنهم كانوا بيذاكروا. طيب، دول كلهم الثلاث فئات دول حلهم ايه؟ عايزة أقول لكم نقطة. هي مشكلة الفترة دي إن أنت بس بيكون زايد عندك الاسترس وبتفكر تفكير كتير. أنا هقول لك حاجة وهريحك من ده كله. من النقطة اللي أنت بتدور عليها في النهاية إنك تفكر فيها، هقول لك حاجة. وخليها قاعدة في راسك كده لحد ما تخلص ثانوية عامة، او لو حتى انت في الكلية تحطها برضو في دماغك. وهي هل كل الناس اللي دخلوا مثلا، مش هقولك الطب وهندسة والحاجات دي، اقولك الكلية اللي انت عايز تدخلها، هل كل الناس دول كانوا آه مخلصين المنهج وبيراجعوا كويس مع المدرسين ومقفلين الدنيا وكله تمام كله تمام معاهم؟ ده لا يستحيل. مفيش حد. انت ممكن في الدروس بتشوف مثلا ناس قدامك، بتلاقيهم ان هم، لا دول شاطرين ومخلصين وفاكرين ومش عارفه ايه. صدقني ممكن دول يكونوا حاجة بسيطة، نسبة قليلة. ممكن تلاقيهم مثلا لو في 1000 طالب قدامك، ممكن تلاقي منهم طالب أو اتنين أو خمسة بالكتير هما اللي تلاقي فعلا لا ان هما نسبة استيعابهم عالية. طيب والباقي؟ هل معنى كده ان هما الخمسة دول بس هما اللي هيدخلوا مثلا طب أو أسنان أو غيره؟ خالص. مفيش طالب، عايزه اقول لك مفيش طالب اللي هو بيبقى لامم الدنيا كلها. لازما بيبقى في بعض القصور عنده او في حاجات بيكون مقصر فيها. انا مثلا لو مش هتكلم عن حد او مثلا معين، هتكلم عن نفسي. فانا وانا في ثانويه عامه انا كنت من الطلبه اللي بشوف ان هو ايه، لا عمري في حياتي ما هكون الطالب اللي يدخل طب او يدخل كليه عاليه، مثلا زي ما بيقولوا، او كليه بتاخد مثلا من مجموع عالي. خلينا اكون اقولها كده احسن. لاني كنت بشوف نفسي ان في حواليا طلبه لا مذاكرين وفاهمين وبيعرفوا يحلوا احسن مني. انا لسه في مواد كتير حاسه ان انا مش احسن حاجه فيها. في مواد فيها في الدروس بجيب فيها درجات مش احسن حاجه، آه، او مش احسن حاجه خالص. آه، فكنت كنت بقول هو انا بمستقبلي فين، بس انا كنت بحاول على قد ما اقدر. بحاول ان انا ما اخليش ان انا بعد ما اخلص اقول لا ده انا كان فيا ان انا اعمل اكتر. كنت بحاول بكل طاقتي، كنت بحاول اللي اقدر عليه. ف بس برضو كانت في مواد بتبقى واقعة مني. هقول لك حاجة. هل مع انت حاسس مثلا ان انت وما بدأتش مذاكرة، او مثلا لو انت كنت بادئ وفي حاجات ضايعة منك، فهي مثلا احنا داخلين في 12 اهو. فانت مثلا ضاع منك مثلا 8 و9 و10 و11، فهتقول ده كله ضاع مني، وقت ضاع مني، مش عارف ايه. هقولك حاجة، صدقني في ناس بتبدأ في حاجات في شهر 3، انا مثلا من الناس دي، وبتجيب الحمد لله درجات كويسة، مش درجات وبتحقق اللي هي عايزاه. فمش بقولك كده ان انت تبدأ في شهر 3، ما تستعبطش. لا انا بقولك ان انت ممكن الوقت المتبقي ان انت بامانه تخلص فيه مش ثانويه عامه واحده. كان دايما مستر محمد عبد المعبود بيقول الكلمه دي. كان في المده دي تقريبا كان يقولك انت مش هتخلص ثانويه عامه واحده، انت تقدر ان انت تخلص 3 ثانويه عامه. بأمانة بس انت لو حطيت الموضوع في دماغك، واللي انت لو بدأت من دلوقتي بدأت جد، بلاش بقى اللي هو تقعد تقول ايه ده انا لو بدأت مش هعرف، ده انا لو بدأت مش عارفه ايه. وانا ما بقولكش الكلام ده تحفيز او كمسكن او غيره، انا بقولك حاجة لوجه الله. عشان في ناس فعلا بتبعتلي بتكون متوترة وخايفة من الوقت ما يكونش الوقت الباقي ده مش مكفي. لا والله الوقت كافي، بس انت حط الموضوع شوية في دماغك، خليه بالنسبة لك يكون زي تحدي.
حتى يا سيدي بص هقولك حاجة، لما تلاقي نفسك في معركة خسرانة، حاول فيها على قد ما تقدر. اصل انت كده كده ان انت شايف نفسك انت خسران، لو خسرت اكتر هتخسر اكتر من اللي هتخسره. ماما لما تحاول، خليها على ربنا بقى سبحانه وتعالى، وهو هيشوف محاولتك وهو هيكرمك بإذن الله. فبلاش انك تفكر كتير، وابدأ واشتغل على نفسك والوقت اللي باقي. وما تخافش ان اللي انت بتنسى اللي فات، طبيعي احنا بشر بننسى. هتعرف تلم الدنيا، هتعرف تلم الدنيا صدقني، بس انت ما تفكرش كتير، واشتغل اكتر ما بتفكر، وربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع تعبكم. ولو عاوزت حاجة بعتولي على الانستجرام ان شاء الله ارد عليك، او اكتبولي عادي في الكومنتس وهرد عليك. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.